رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. صباح النور، صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. اشنا حوالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير. توحشتكم برشا من الفيديو اللي فات. اليوم باش نحضروا مع بعضنا دبرت شقان الفطر النهار الثالث. شوفوا، حل عينك غمضها تلقى الشهر تناصف، حل عينك غمضها تجي اجواء متاع شريان باش العيد الصغيرات، حل عينك غمضها يجي العيد. هذيك هي الدنيا، وهكذا والدنيا تمشي وتجي امس من الايام واحنا نستناو وقتاش سيدي رمضان يجي. ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير بالصحه بالرزق الوفير. اشنا هي الدبره بتاعنا يا نور؟ الحقيقه الدبره يعني مش حاجه كبيره. اش معناه؟ معناها ما فماش برشا تعب ان شاء الله اليوم. الخدمه عندي خدمه، هذاك علاش حاولت كيفاش ننظم روحي ننسق روحي. عندي شربه بالحوت، امورها واضحه، مريق هذيك جوست خرج قبل شقر فتره تسخين وكهو. وعندي حشو نتاع بريك بالدجاج بالطبيعه والمعدنوس والبصل والدنيا حسيب قلت لكم الوصفه نتاعو البارح. شنو عندي اخر؟ عندي سلطه مشويه باش نزيد عليهم سلطه خس وبسباس وشويه طماطم وصفيها والصغار شارهين. اي نسيت نقول لكم مش عندي سباجيتي قعد منها جوست باش نزيد، هي سباجيتي نتاع البارح بالقرنيط. انا عندي شعريه باش نطيب لها، باش نعمل هكا صوص صغيره ونطيب هكا الشعريات يعطيو النكهه يعطيو الريحه. والا نعملهم صوتي، قاعده نخمم يعني ممكن نعملهم صوتي في الزبده ونحط نزين بهم المقرونه باش يشرحوا عليها اسباجيتي. وباش نزيد معاهم ميني بيتزا، شارهين على الميني بيتزا. وممكن توا واحد من الصغار اذا كان يحبوا يعملوا شي سلطه بلانكيت ويا من والحمد لله والشكر لله. دونك اول حاجه كما تشوفوا معناها توا الصباح بالضبط عندي هكايا 9:30. نحب نبدا على بكري باش نبدا بالبيتزا. شنو باش نعمل؟ باش نعمل العجينه تاع البيتزا ونخليها ترتاح، نمشي نعمل تخميره للدار خفيفه كما قلت لكم البروغرام تاعي في رمضان. ومن بعد نطيبها ونخليها معناها نصف طياب وجوست من بعد على تسخين وكهو. او فهمتوني كي شنو قصدي؟ معناها جوست من بعد كي ندخل للكوجينه مع 5:15 هكاكا قبل المغرب بشويه نولي البيتزا تتحط في الفور. باش نقد زاد السلطه من بعد نوليو نفوحوها باش يبدا بعد ما نكمل الدبره نتاعي. نقولوا احنا نكمل مع ال11 هكاكا، عندي من ال11 حتى ل5:15 هذاك وقت لي انا نجم نقرا قراني، ما تفوتنيش صلواتي، نتفرج على شيء، معناها نجم فينا برشا حاجات نحكي انا وامي في التليفون. كلي ازرب ومن بعد حتى واحد باش يكون يغسل الماعون يبدا على الاخر ما عادش فيه. هذيك انا بصراحه ما نحبيش. من غير ما نطولوا الحديث يلا نبداو من بعضنا باش نعملوا البيتزا اللي هي ميني بيتزا. عسلامة، اشنا حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في خير وفي نعمة يا رب الناس الكل. وينكم؟ اش عامل فيكم رمضان؟ لاباس؟ نورمالمون لاباس ما شاء الله، ما فماش بالنسبة لي انا ما فماش جوع ما فماش عطش يا ناعما الحمد لله. شوية اتعب الحقيقة متاع ربي، لكن الشقاء مخلوف كما يقولوا، والحمد لله يجعلنا ان شاء الله ديما بصحتنا وديما ان شاء الله يا ربي نقضي ونقوموا بشورنا، ولا لا يحطنا والله لا يخلينا كما يقولوها لحتى حد، مادام واحد صحة بدنه لاباس يا ربي لك الف حمد
وألف شكر. حسيلو ريتوك المقدمة اللي أنا عملتها هذيك البداية، هذيك شنو أنا ناوية. اما من بعد ما تمشي كان كتبت ربي. ريتك البرنامج اللي حكيته لكم وقلت لكم انا تو باش نحضر هو اوغوزمون الحقيقه الحمد لله. عملت العجينه متاع البيتزا، عملتها بديت فيها من الاول وبديت الديمارش اللي انا مخططته من الاول الحمد لله. اما ذيك عرفتك اللي باش نرتاح قلت لكم من 11 حتى المغرب 5 معناها وين باش نبدا نحضر البريك الواحد. هذيك ما صارتش هذيك. الحقيقه كما قلت لكم عندي خدمه شدت لي يدي، تشد اليد بالكدا عندي كماندات ما شاء الله. المهم كلي يعني شدوا لي برشا وقت، دونك في بالي باش نرتاح شويه في القايله يا اخي تعديت من الكمانده طول التحضير، شق الفطر وتحضير الطاوله وقليين البريك الحسيلو. توا وانا نتفرج في المنتج في الفيديو نشوف في روحي كيفاش نقول حسيلو هذيك قلت البداية هذيك اللي انا نويته، اما الحقيقة واللي يستنى فيا حاجة اخرى جملة واحدة. حسيلو الحمد لله رب العالمين، المهم لاباس وبخير الحمد لله. دونك شنو عملت؟ خذيت رطال الفارينة، حطيت باكو خميرة متاع خبز وحطيت فوقه شوية سكر وشوية من بعد بعدت عليه شوية وحطيت الملح، وباش نحط زيت زيتونة يعني محكار نقولوا احنا شطر كاس او محكار كاس متاع تاي نقولوا احنا زيت زيتونة. ومن بعد باش نبدا نزيد في الماء السخون ونعجن بالعجينة. حسيلو تتبعوا معايا التفاصيل. شقان الفطر جاي مزروب وفي الاخر ما شاء الله كي جيت نتفقد في الطاوله لقيت تبارك الله كل شيء مريقل كل شيء محطوط. ما عرفتك الغسره اللي انا هاربه منها اليوم بالذات وصلت لها. يا ربي حسيلو. دونك اش باش نقول يا ربي، باش نحطها هكايا تعجن وباش نخليها نغطيها ونخليها ترتاح ونمشي معناها طول لهنا هكا طول خذيت نحضر في الكماندة. بعد تو نوريكم كيفاش خرجت هي بسم الله ما شاء الله. خرجت حسيلو كيما حبيتها انا تحفة، ولي كليون معناها ساتيسفي الحمد لله. واكا هو لهنا هكا قاعدة تتعجن. لازمها البات تكون ماهيش شكل يابسة وطريه نوعا ما، فوالا هكا لازم تكون طريه شويه. لكن البنات عندي تساؤل لهني هكا. لاحظت الحقيقه اللي بدا رمضان والمشاهدات عندي تحت ما فهمتش شنو اللي علاش، شنو السبب، ولا علاش انا قناتي المشاهدات متاعها في رمضان بالذات تحت. راني تابعة على المحتوى متاعي وراني نحب معناها نفرحكم كل يوم بفيديو. الله المستعان ما عندكمش فكرة قداش متعبة معناها من الصباح تبدأ تصور حتى لين يذن المغرب وساعة ساعة نزيدوا واحد يصورك القهيوة مع كعبة الحلو، معناها يخدم من الصباح لليل. ومن بعد كل ما يلقاش يعني الغوندمون فوالا. ما بصراحة كل كفخة انتما كي نغيب هكا ونقول خلي نرتاح ديجا هكا مثلا كي تصادف هكا كيما البريود هذيا نقول ما فماش هكا كيما نحب انا او كيما متعودة في قناتي المشاهدات، نقول ملا خلي نغيب توليو تلوموا وتولي وينك يا نور ما عادش تغيب يا نور. علاش حبيت نفهم انا علاش يعني سبيسيالمون لاحظت عليها الحكايه في رمضان. كان عندكم اقتراحات معناها متاع فيديوهات هكا معينه ما هيش قولوا لي. كان فما محتوى مقلقكم انا ما نتصورش محتوى مقلقكم، ما نعرفش اللي يتابعوا ديما واوفياء شيخين على المحتوى متاعي الحمد لله وانتم تقولوا لي ديما وديما، لكن المشاهدات بالحق تطيح. ما فهمتش ممكن معناها عند الناس الكل او ممكن خاطر رمضان تبارك الله كثرت ما شاء الله القنوات. اما الحسيل معناها الحقيقه شيء ما يشجعش. هذا الكمانده متاعي كنت نحكي لكم عليها ما شاء الله
حاسيلو كنافة حبوا عليها بالقشطة، فما اللي يحب على ميني كنافة، فما اللي يحب على متوسطة، فما اللي يحب كبيرة. لهنا هكا حضرتها، حبيت نشاركها معاكم، حبيت نوريها لكم. ذي بعد البيتزا مباشرة. انتم توا لهنا شفتوها كاملة جاملة، اما هي بالطبيعة خذيت وقت بالقدا زاده. اللي فتكم بيه راهو بالنسبة للصوص متاع البيتزا راهي هذيك صوص معناها حاضرة. وعلى فكرة تنجموا عملتها قداش من مرة بصوص تومات العادية من غير ما نزيدها طماطم خضراء، وتجي بنينة على الاخر. تحلها بالماء وتحط لها الكليل والزعتر وتحط لها الملح وتحط لها شوية فلفل اكحل، نكتة فلفل مرحي هكا شوية وزويزة تعطي. وانتي وش يحبوا عائلتك صدقني تجي بنينة 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 مش نورمال. المهم الجبن يكون موتزاريلا عربي. حضرت خليت العجينة معناها تخمر، وحضرت لها صوص متاعها كما شفتوا، وتعديت للخدمة متاعي خدمتها. وشوفوا وتوا الوقت جري، قعدت حاسيلو يجي 4-5 سوايع في الخدمة حاسيلو. وتعديت طول مشيت جبت بنتي من المكتب، وحاسيلو من بعد دخلت للكوجينة، زدت شوية ودخلت للكوجينة. المهم ما سقطتك الكماندات ما جاوا ماليهم إلا ما خلطت 5 فوالا. واللي تعاد اللي هربت منه جيت فيه ريتوش يا البنات كل شيء بالكتبة. راه انت تحسب حساب وربي سبحانه يحسب حساب، اما ميساج ديما حسبة ربي راضين بها والحمد لله. اللي شفتوني هذاك نقلي فيه على المقلة كما قلت لكم فك المقدمة، هذاك شوفريت خرجته حطيت تعرجته يعني عملته صوتي في الزبدة، زدته شوية هكا كريم فريش وشوية حليب باش طاب فيهم، وحطيت له فلفل اكحل وحطيت له ملح وحطيت شويه كركم. هذاك باش نحطه في يعني باش نحطه بعد ما نجمر سباجيتي باش نحطه فوقها، معناها نزين بيه الوجه متاع صحن كل واحد فينا. لكن لهناكم تشوفوا فيه نعمل فيه تنقيصه على الماعون. وحصل ما لم يكن في الحسبان، قاعدة هكاكا في أمان الله، ناسية الشارج بتاع البورتابل وناسية اللي قدش فيه. المهم باش يقص بعد أنا حبيت نصور لكم الطاولة في اللحظة الأخيرة. استربي أغلب الحاجات صورتها لكم، أما جيت في الآخر وتفقت به مسكر كريمة، رصات لي هزيته نشرجي فيه وكهو عاد. هذاك اللي كتب. وبما انه القضيه تطويل في الكوجينه بالساعات كيفاش باش نواجهوها، كيفاش باش نحسوا بالشرها فيها، كما قلت لكم يا اما نحط روتين يا اما الاغلبيه الصباح نحط روتينات. في قضيه الصباح العشيه نشرها باش نتفرج في مسلسل، اما نسيبتي العزيزه مغرومه به، اما اسبوعي شوف لي حل. اليوم حطيت خطاب على الباب يونسوا صدقوني يونسوا مش نورمال. اللي عندها تلفزة في الكوجينة هكا تحط اليوتيوب وتحط على روحها التلفزة، سينو حتى بالبورتابل. انا عندي بورتابل اخر هذا كان نحط به يعني يونسني بالكدا ننسى التعب وننسى القلق وننسى كل شيء.
لهنا باش نبدا نقلي عاد في البريك، وزدت سلطه خس وشويه طماطم وبسباس قصيت فيها وكهو الحسيلو. حطيت السلطه المشويه وبديت نحضره في الطاوله هاكا. عملت تنقيصه ومازلت كل مره نغسل شويه ونرجع يعني نقضي قضيه اخرى، نرجع نغسل حسيلو بشويه بشويه حتى لين عملت تنقيصه باهيه من المعون. وحبيتكم تقولوا لي شكون جرب فيكم الكنافه اللي انا عملتها والطريقه اللي وريتها لكم، شكون جربها، شكون نجحت معاه. نحب يا ريت تقولوا لي في التعليقات، تقولوا لي شكون جربها، عجبتكم ولا لا، شنو رايكم فيها. نستنى حسيلو تعليقاتكم واللي غوتور نتاعكم. وقولوا لي زيد شنو عاملين مع صغيراتكم سورتو توا فترة امتحانات، كيفاش موفقين ولا لا، وقتاش تقريوهم في النهار ولا تقريوهم بعد شقان الفطر. حسيلو أنا الحقيقة معناها القراية بعد شقان الفطر، أما بالحق نحس روحي معناها بيلت وتعبة على الآخر. انتم قولوا لي كيفاش عاملين مع صغاركم، ياريت نعاونوا بعضنا بالأفكار. شكون معناها نحب نعرف كل واحدة والريتم متاعها أو كل واحدة والنظام متاعها اللي لقاتو، وشنية اللي مشي معاكم أكثر أو التوقيت اللي مشي معاكم أكثر. خلي ناخذوا من بعضنا أفكار. هو رمضان في الشتاء ياسر يعجبني وياسر محلاه ويذكرني بالطفولة متاعي ويذكرني بالزمن الجميل. كلنا نقرأ ونروحوا حاسيلو كالريحة تبدأ تفوح في الديار الكل، إحساس وشعور محلاه. ورجعنا له الحمد لله. ولكن بعد كي كبر الواحد ولا عنده صغار ومسؤوليات، حسيته من ناحية هذيك متعب على الآخر، من ناحية انك بعد ما تتعب وسايي وتتعشيهم وتريقل الدنيا وتقعد باش ترتاح، تلقى روحك في عد باش ترتاح، تلقى روحك عندك انك مسؤولية انك تقري صغارك. ياسر بصراحة متعبة بالنسبة لي انا. دونك نهار يبدأ من الصباح لليل، وواحد يعني واحد يجاهد. أي تو تقولوا نور شبيهها ملي حلت الفيديو هي تشكي لي والله مش نشكي، يعني نتقاسم معاكم في الأفكار. الحمد لله هو خفيف نظيف. الحقيقة متاع ربي لا جوع لا عطش، هذيك نعمة كبيرة. فما فرق بين رمضان في الصيف ورمضان في الشتاء، اما سبحان الله فما تلقى حاجات أخرى، تلقى مسؤوليات أخرى، وإن شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل. والحقيقة مش كان احنا الأولياء هم بيدهم فاشلين بالكدا يعني حتى كي يجيو يبداو يقراو تحسهم هكا ساكن تعبين، ومن بعد يعملوا من الضعف قوة ويوليوا يقراو. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل، وإن شاء الله يا ربي يفرحونا، وإن شاء الله ديما منورينا، وإن شاء الله ربي يعطيهم بالوقت الطيب. أكا وعاد لهنا معاد ما مازال تقريبا هنا هكا 6، مازال حكاية دريجين ونصف وربع ساعة ويذن المغرب.
باش نكمل كعبات البريك والسلطة باش نضيفها، باش زد عندي زدتها شوية ليمون مملح، عطات نكهة بنينة، وفوحتها اخر لحظة ذيك بالماريناد نتاعها العادية، شوية قرص، شوية فلفل اكحل، شوية ملح وزيت زيتون. واستربي لهنا هكا باش نوريكم البيتزا كيف خرجت، كيفاش المنظر متاعها. وكما قلت لكم في اللحظات الاخيره لقيت التليفون متاعي، وقف على التصوير. دونك هذه البيتزا متاعنا، عاونتني فيها بالكدا بالكدا دعاء الحقيقه. وهذه السليطه متاعنا الخضراء، وأكاها وما كملتش صورت السلطه مشويه والحاجات الاخرين اللي على الطاوله. هاكم خذيتوا دبارة وكونتوا فكرة، وعشت معاكم روتيني على طبيعته. هكيكا معناها نحب نكون على طبيعتي معاكم، ونحب تكون المصداقية ما بيناتنا. إن شاء الله يكون هكا فرهتكم شوية الروتين متاعي، ودبرتوا هكا خذيتوا فكرة على دبارة. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. ما تنسونيش في اللايكات وفي الكلمات المزيانين والتشجيع متاعكم، ونقولكم بالسلامة وباي باي. وحوية وحوي وحوية وحوي رحت يا شعبان وحوينا الضرقة يا رمضان. وحوية وحوي هل لا